وبعد. أيام العشر الأوائل من ذي الحجة هي من الأشهر الحرم التي نص القرآن عليها عندما قال الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. رقم 2: هذه الأيام أقسم الله عز وجل بها، قال الله عز وجل: والفجر وليال عشر والشفع والوتر. قال ابن عباس ومجاهد: الليالي العشر هي عشر ذي الحجة. هذه الأيام التي أمرنا الله عز وجل بذكره فيها وسماها الأيام المعلومات. قال الله عز وجل: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. في القرآن الكريم أيام معلومات وأيام معدودات. قال الله عز وجل: ويذكروا اسم الله في أيام معلومات. والأيام المعدودات قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام معدودات. الأيام المعلومات هي العشر من ذي الحجة. الأيام المعدودات ما بعدها على طول اسمها أيام التشريق الثلاثة، يوم 11 و12 و13، تاني يوم العيد وثالث يوم العيد ورابع يوم العيد، اسمها الأيام المعدودات. يبقى من 1 ل10 الأيام المعلومات، 11 12 13 الأيام المعدودات. هذه الأيام العشرة بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أفضل أيام الدنيا على الإطلاق. الدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده والبزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا، لدرجة أن العلماء فكروا: طب ما الفرق بين أيام العشر الأواخر من رمضان وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة وأيهما أعظم؟ الفرق بين العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك. العلماء قالوا احنا بنتكلم على الليالي ولا الأيام؟ الليالي اللي هو بالليل من المغرب إلى الفجر، والأيام اللي هو النهار من الفجر إلى أذان المغرب. يبقى الليالي رمضان. بصي حضرتك، الليالي غير الأيام. فالعلماء قالوا إن ليالي شهر رمضان أعظم عند الله من ليالي العشر الأوائل من ذي الحجة، علشان ليالي شهر رمضان فيها ليلة القدر، وأيام العشر الأوائل من ذي الحجة أعظم عند الله من أيام العشر الأواخر من رمضان، عشان فيها يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر. العشر الأوائل من ذي الحجة يا أستاذة لمياء عبادة ربنا فيهم بتساوي الجهاد في سبيل الله. العبادة بتكون ازاي؟ هقول لحضرتك، بس خلينا نقول الأول ايه الدليل على ده. يعني أنا لما أعبد ربنا في هذه الأيام أنا أخد أجر كأني مجاهد في سبيل الله رب العالمين. الدليل على ذلك ما رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن خير وأحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا نوع واحد بس، إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. خلص الحديث. يعني نص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. يا جماعة، عبادة ربنا في العشر الأوائل من ذي الحجة بتساوي كأنك مجاهد في سبيل الله رب العالمين. العبادة ازاي؟ زي ما حضرتك سألتي، أول حاجة لابد من وضع خطة واستراتيجية وبرنامج أنا هعمل إيه في العشرة. زي بالظبط ما كنت عامل خطة للعشر الأواخر من رمضان، أعمل خطة للعشر الأوائل من ذي الحجة. مش داخل وخلاص، أعمل إطار عام للخطة وبعدين نقول بالتفصيل. رقم 1: اعمل لي برنامج ختمة قرآن. 2: اعمل لي برنامج الصلوات في أوقاتها وأصرف الجنة كل يوم. رقم 3: اعمل لي برنامج للصيام. هصوم ال9 كلهم على بعض، ولا هصوم 2 وخميس، ولا هصوم يوم وافطر يوم، ولا هصوم يوم عرفة بس؟ برنامج للصيام. رقم 4: اعمل برنامج لذكر الله عز وجل. رقم 5: اعمل برنامج حج وعمرة يوميا. هقول لحضرتك على حاجات تتعمل ممكن اخد اجر الحج والعمرة 10 حجات و10 عمرات في اليوم الواحد، وكأني رحت. ايه الحاجات اللي نعملها وكأننا رحنا الحج بالظبط؟ حاضر. 7 أعمال. اتفضل. رقم 1: النية. نعملها موجزة كده عشان الوقت. اتفضل. النية.
2 صلاة الضحى. 3 ختم الصلاة. 4 المشي إلى المساجد. 5 صلاة العشاء في جماعة والفجر في جماعة. 6 بر الوالدين. 7 قضاء حوائج الناس. نقولهم بقى كده يعني نفسرهم. حاضر. يبقى ادي 7 أعمال. رقم 1 النية. إن علم الله عز وجل صدق نيتك انك لو مستطيع، واصل الاستطاعه ممكن يبقى عنده مال لكن صحيا تعبان، ما يقدرش، ممكن يكون صحيا كويس والفلوس ما تكملش، ممكن الاثنين موجودين بس لازم ولاده عنده امتحانات، ايا كان، لو لك عذر في المنع وعلم الله صدق نيتك انك لو الدنيا مترتبه كنت رحت للحج كتب الله لك الاجر كاملا. قال النبي صلى الله عليه وسلم، اول حديث في البخاري من حديث عمر بن الخطاب، انما الاعمال بالنيات. والحديث أيضا في الصحيح وهو في غزوة تبوك، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة أقواما خلفنا ما قطعنا واديا ولا وطئنا موطئا يغيظ الكفار ولا نلنا من عدو نيلا إلا شاركونا في الأجر. بما يا رسول الله؟ قال: حبسهم العسر. رقم 2 صلاة الضحى. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللي يصلي الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين، نسميهم الشروق لأنهم أول صلاة الضحى، أو أصلي ركعتين، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله له أجر حجة وعمرة تامة 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 3 مرات. طب الست تصلي في الجامع إن أرادت ولها الأجر والثواب. طب إن لم ترد أن تصلي في المسجد، صلاة السيدة في وقتها في بيتها يعادل هذا الأجر. يبقى ده رقم 2. رقم 3 ختم الصلاة. حضرتك احنا عقب كل صلاة فريضة بنقرأ آية الكرسي وقل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، خلف كل صلاة مرة واحدة، وخلف المغرب والفجر 3 مرات، ثم نسبح 33، نحمد 33، نكبر 33. ألف مبروك، حجة وعمرة كاملة. حاجة واحدة من الحاجات اللي حضرتك بتقولها ولا ال7 مع بعض؟ كل واحدة هتعمليهم هتاخدي الأجر. طب عملت ال7 خدي 7. وكل ما تكرري كل ما يكون، يعني أنا ممكن أعمل بإذن الله أخد أجر الحج والعمرة في اليوم الواحد 10 مرات، 10 في 10 ب100. آخر ال10 أيام من ذي الحجة آخد أجر كأن حجيت 100 مرة. ربنا كريم قوي يا جماعة، طبعا ربنا رحيم قوي، وإحنا مهملين قوي. أنا أول واحد وبعترف. دي حقيقة. أيوة دي حقيقة. لا مش أنت. دي حقيقة، بتعترف عليها يا فندم. كلنا. الله يكبر خاطرك. لكن شوفي ربنا رحيم ازاي ورحمن ازاي وكريم ازاي. فتخيلي حضرتك عقب كل صلاة تختمي الصلاة تاخدي أجر حج وعمرة، عقب كل صلاة فريضة. احنا عندنا كام صلاة في اليوم؟ 5، ب5 حجات و5 عمرات. ده مش كده وبس، كل صلاة فريضة جماعة في الجامع أجر حجة، كل صلاة نافلة في الجامع أجر عمرة. عندك دليل عندي، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم خرج إلى صلاة مكتوبة في الجماعة فأجره كأجر الحاج المحرم. يعني اتوضيت في البيت وجيت ماشي رايح مصلي الظهر في الجامع، ألف مبروك، أجري كأجر الحج المحرم. والسيدات في البيت، والسيدات في البيت في الوقت. لأنه خلي بال حضرتك دايما الشيطان يوسوس للست في إيه؟ طب خلصي ده، طب انشر الغسيل، ما هو لسه في مده او في وقت من الصلاه للصلاه، ضيعت على نفسها الوقت. الله اكبر يبقى الله أكبر. بس من ضمن بنود الاعمال اللي لازم اعملها في ال10 من ذي الحجه، زي ما حضرتك تفضلتي ان ناخد اجر الحج والعمره، من ضمنها بند الصدقات، ان انا اتصدق لله عز وجل واقضي مصالح الناس وامشي في حوائج الناس، أنا باخد أجر الحج والعمرة. ده وصل الأمر إلى درجة أن بعض العلماء قالوا قضاء حوائج الناس أولى من حجة النافلة، نافلة بعد نافلة، مش حجة الإسلام. وصل الأمر إلى درجة أنهم قالوا أولى من الاعتكاف في مسجد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يعني الحسن البصري قال: قضاء مصالح الناس أحب إلى الله من حجة بعد حجة. سيدنا عبد الله بن عباس معتكف في مسجد سيدنا النبي في ال10 الأواخر من رمضان، معتكف في مسجد سيدنا النبي، فلقي واحد من الصحابة قاعد مهموم، فسألوا: يا سلام على دفء المشاعر الجميل، لما سيدنا النبي قال لأبي أمامة: ما لي أراك مهموما وتجلس في غير وقت الصلاة؟ قال له: هموم لزمتني يا رسول الله. قال: قل صباحا ومساء: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل، وأكثر من رواية يعني.
فأذهب الله همه. فسيدنا عبد الله بن عباس بيقول للرجل: أنت مهموم ليه؟ قال له: عندي مصلحة عند فلان وهو لا يريد قضاءها، في حاجة عند وفلان ده صديق مقرب لسيدنا عبد الله بن عباس. فسيدنا عبد الله بن عباس قال له: أتحب أن أكلمه؟ يعني تحبين أكلمه؟ قال: نعم. فتخيلي حضرتك أن عبد الله بن عباس يقطع الاعتكاف، وكونه يخرج من المسجد في الاعتكاف بطل الاعتكاف. فخرج من الاعتكاف مع الرجل ومشى معه، فواحد قابلهم: يا ابن عباس، أبطلت اعتكافك بخروجك. قال له: مشيك في حاجة أخيك أحب إلى الله من الاعتكاف في مسجد المدينة 10 سنين. الله على قضاء مصالح الناس، الله على جبر خاطر الناس، الله على إطعام الطعام، الله على قضاء الحوائج، الله على تيسير الأمور، الله على إن أنا أشفع لحد اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ما يشاء. ما أجمل ده. إحنا ديننا كله قائم على جبر الخاطر. والله العظيم يمكن طبطبة على كتف حد هي اللي تدخلني الجنة. يمكن بشرب كوباية مية اديتها لحد هي اللي تدخلني الجنة. متخيلة حضرتك؟ طبعا. الناس تلاقي حاجات بسيطة يوم الموقف العظيم تلاقيها طلعت لك كده تشفع لك في حاجة أنت عملتها، تشيل من عليك. هقول لحضرتك حاجة حضرتك عارفاها ومعظم المشاهدين. اتفضل. الست اللي سقت الكلب. طبعا. أنت متخيلة حضرتك؟ أبسط الأمور. الله يبارك في عمرك. وإيه بقى؟ يعني ست كانت عندها معاصي كبيرة، عاملة ذنوب كبيرة، ما عنديش في النص إنها تابت، بس يبدو إن الحسنة حرقت السيئات، إن الحسنات يذهبن السيئات. فالست هي ماشية في الصحراء، عطشت، نزلت شربت، طلعت لقيت كلب هيموت من العطش، نزلت البير، ملأت حذائها وسقت الكلب. 3 كلمات أنا مستغربهم من عظمتهم ومن حلاوتهم: الرحمة. شكر الله لها وغفر لها وأدخلها الجنة لمجرد إنها سقت كلب. فما بالك بقى ببني آدم؟ صحيح. ما بالك بإنسان بصرف النظر عن بقى نوعه وجنسه، وأنا ما يخصنيش دينه، هو بني آدم. فتخيل حضرتك لما تجبري خاطر حد، وما أجمل إن أنا بجبر خاطر حد أنا ما أعرفوش، فالعمل خالص ولا يعرفني طبعا، ولا ممكن نتقابل أساسا في الدنيا، بس نتقابل بقى يوم ما أقول. وده حلو كمان قوي في إيه يا أستاذة لمياء؟ إنه فيه جبر خاطر طبعا، وفيه صيانة حفظ ماء الوجه، احترام، تقدير. والله يا جماعة احترام أسيادنا الفقراء قبل قضاء مصالحهم، احترامهم الأول. إنك تطلع الصدقة وانت ما بتهنوش ولا بتوجعه ولا أهينه مين؟ ده سيدي، بالكسرة ده سيدي. أنا الفقراء دي نعمة دول بقى أسيادنا. من نعم ربنا سبحانه وتعالى يا فندم علينا. أنا محتاجهم أكتر. لو أنت ما عندكش الثقافة دي يبقى عندك مشكلة. أنا محتاج سيدي الفقير أكتر ما هو محتاجني. يا سلام بقى لما نبقى ماشيين في طريق وتلاقيك خدت طريق تاني كده وانت مش عارف انت رجليك خدتك في الحتة دي ليه، فتلاقي حد ليه حاجة انت تقضيها له، فتعرف نعم ربنا سبحانه وتعالى قد ايه ربنا كرمك انه مشاك من طريق غلط عشان فيه هنا حسنة ليك، عشان فيه هنا حاجة كويسة ليك، عشان هنا ربنا عايزك تجبر بخاطره عشان يجبر هو بخاطرك. الله يجبر خاطرك. امين والله يا رب. يعلم وأنتم لا تعلمون، وده من نعم ربنا علينا. وما أجمل بقى إن أنا أشوف الرسائل دي. مشيت غلط في حتة فقابلت حد جبرت خاطره، الله اللهم لك الحمد. أنت مشيتني من هنا يا رب. شوف الحديث بقى اللي بينك وبين ربنا. الله هو ده، إن أنا أقرأ الرسائل وأشوفها صح، وأشوف ربنا وأشوف لطف ربنا ورحمة ربنا وحب ربنا ليا في كل خطوة أنا أخطوها، إن بعطاء وإن بمنع، لأنه قد يكون المنع هو عين العطاء. صحيح. والله يعلم وأنتم لا تعلمون. صحيح.